سؤال مهم جالنا، مهم ان احنا نجاوب. ايه الفرق بين بني اسرائيل والذين هادوا واليهود؟ ده سؤال مهم جالنا. ايه الفرق بين الثلاثه، وخصوصا ان الثلاثه اتذكروا في سوره البقره. نبتدي ببني اسرائيل. بني إسرائيل هم جميع أبناء ونسل أبناء سيدنا يعقوب عليه السلام، سواء كانوا قبل مجيء وبعثة سيدنا موسى عليه السلام وحتى بعد بعثة سيدنا موسى عليه السلام، يعني سلالة سيدنا يعقوب عليه السلام والذرية كلها. نيجي بقى للذين هادوا. الذين هادوا هم كل اللي أمنوا من بني إسرائيل بسيدنا موسى عليه السلام بعد بعثته. إنا هدنا إليك جاية من التوبة والرجعة لربنا سبحانه وتعالى، سواء بقى كانوا الذين هادوا دول قبل بعثة سيدنا عيسى عليه السلام أو بعد بعثته وكفروا بيه، ويدخل كمان فيهم اللي كفروا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس الذين هادوا في منهم مؤمنين زي اللي تابوا عن عبادة العجل ورجعوا لربنا سبحانه وتعالى، وزي قول ربنا سبحانه وتعالى في الآية 62 من سورة البقرة اللي اتكلمنا عنها في الحلقة السادسة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. ففي منهم مؤمنين، وفي برضه من الذين هادوا فاسقين كفار. فاسقين كانوا بيعملوا ذنوب كبيرة زي أكل السحت وأخذ الربا، وتحرم عليهم الطيبات وتحرم عليهم كل ذي ظفر. وفي جزء بقى كان كافر خالص، كان بيصد عن سبيل الله وكان بيحرف الكلام عن مواضعه، وكفر بسيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وده اللي هياخدنا بقى لليهود. اليهود بقى كانوا جزء من الذين هادوا، وفي أصل تسميتهم جت من أتباع مملكة يهوذا. بعد وفاة سيدنا سليمان عليه السلام، يقال سنة 975 قبل ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام، اتقسمت مملكة سيدنا سليمان لمملكتين: مملكة الجنوب واللي حكمها ابن سيدنا سليمان عليه السلام رحبعام، واللي اتبعوا فيها سبطين: سبط يهوذا أحفاد يهوذا، وسبط بنيامين. ولو فاكرين الأسباط ال 12 سبط أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام واللي اتبعوا بعده سيدنا موسى عليه السلام، فبعدها انقسمت الأسباط دي. سبط يهوذا اللي كانوا أغلبية في مملكة الجنوب، عشان كده اتسمت مملكة الجنوب مملكة يهوذا، وكانت عاصمتها القدس أورشليم. والمملكة التانية مملكة الشمال كان بيحكمها غلام سيدنا سليمان عليه السلام يربعام ابن بناط، واللي ملكوا عليها ال10 أسباط اللي فاضلين. وكانت عاصمة المملكة الشمالية السامرة، وكانوا بيتسموا السامريين. بس دول بقى أفسدوا الدين خالص ورجعوا لعبادة الأصنام والأوثان، وكفروا بأي نبي جه بعد يوشع بن نون فتى سيدنا موسى، لدرجة إن هم كفروا في الآخر بسيدنا داوود وسيدنا سليمان عليه السلام زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، وأنكروا نبوته. بس المملكة الشمالية دي ما طولتش في الحكم إلا 210 أو 250 سنة بعد وفاة سيدنا سليمان عليه السلام. ووقعت المملكة الشمالية بعدها في ايد الاشوريين، ونقلوا السامريين من بني اسرائيل لبلاد اشور كعبيد ليهم. فساعتها ما فضلش لبني اسرائيل حكم الا حكم مملكه الجنوب مملكه يهوذا اللي في القدس، وفضل يتنقل فيها الحكم بين ابناء سيدنا سليمان عليه السلام. وساعتها اتغلب على بني اسرائيل اسم اليهود اللي جاي من يهود، ودام حكم المملكه الجنوبيه حوالي 540 سنه بعد وفاه سيدنا سليمان عليه السلام، لحد ما انتهى على ايد البابليين اللي ملكهم نبوخذ نصر. قضى على كل اثار للمملكه الجنوبيه دي وشردهم وأثر منهم كتير جدا. وده كان قبل مجيء المسيح عليه السلام ب120 سنة، لحد ما جه زمن الإمبراطور الروماني أدريان وأجلى اليهود الجلاء الأخير، فتفرقوا بين البلاد، وجزء كبير منهم راح لشبه الجزيرة العربية من مملكة يهوذا ومن باقي الأسباط ال 12 كلهم، لحد ما عصروا سيدنا محمد وبعثته ووصوله للمدينة. وهم دول اليهود اللي قالوا ليست النصارى على شيء، وهم برضو اللي قالوا يد الله مغلولة، واللي قالوا برضو عزير ابن الله، واللي نزلت فيهم آيات كتير واللي بنحكي عنها في سورة البقرة لحد دلوقتي. والله أعلى وأعلم. لو أول مرة بقى تعرفوا الفرق اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش طبعا تحفظوا الفيديو وشير مع أصحابكم، خلي الكل يعرف الفرق والمعنى ويستفيد.